النهارده السؤال الكبير، السؤال الأساسي: هل كان رع هو الفرعون؟ يعني هل الدائرة التي تمثل رع هي فرعون؟ كناية عن فرعون؟ احنا هنحاول نشوف ونقرا ونستشف مع بعض الرموز ماشية ازاي. في موضوع حدوته على موال، انا مش تقليدي في يعني ان احنا نجيب الحكاوي ده فلان راح فلان كده متاح الحكاوي، لكن بنحاول نفهم ونستشف الامور بناء على معلوماتنا اللي احنا قرناها من منطلق ابجديه الى حد بعيد بتثبت انها صحيحه في كل يوم، واحنا ماشيين بالكلام ده في برنامج اسمه مفاتيح وحي الكلمه. المهم، في ثلاث آلهة كبار في العقيدة المصرية القديمة. في أمون الإله الخفي في السماء، وفي أزير الإله الذي يمثل عقيدة الموت والبعث، وفي رع. دول الثلاثة الكبار. الثلاثة دول الثالوث الأساسي في العقيدة المصرية القديمة، لا يوجد ثالث في هذا الثالوث. أنوبيس ملوش علاقة، إيزيس أو قصية ملهاش علاقة، يعني ملهاش علاقة بالثالوث المقدس. ده كان الثالوث المقدس: أمون أزير رع الاساسي. والثلاثه دول كانوا ممكن يحلوا في بعض ويدخلوا في بعض، يعني يمكن يبقى في امون رع مثلا، يعني امون يدخل في رع، وممكن يبقى في ازير رع، وممكن يبقى في ازير مختلط مع امون. يعني الثلاثه دولت هم بيحلوا في بعض، وكل واحد منهم يدخل في الثاني يحل بشكل معين يعني. لكن هو يحصل ما بينهم هذا الاندماج وهذا التداخل. طيب احنا لما بلوتارخ قال لنا على ان في اله كان اسمه رع، قال لنا في نفس النص بتاع نفس نصوص بلوتارخ، قال المصريين القدماء ما كانوش بيعبدوا الشمس، لكن كان هذا الإله الشمسي رمز لإله خفي في السماء اسمه رع، أو لإله آخر عينه اليمنى الشمس وعينه اليسرى القمر، وكان مسيطر بالنهار ومسيطر بالليل، وهذا الإله اسمه رع. عشان كده كان أحيانا يرسموا الدايرة دي تحت منها هلال، إنها الاثنين دول مع بعض نهار وليل يمثلوا من الإله رع. آه، برضه مش عايزين ننسى إن الجماعة اليونان لما جم حكموا مصر، هم حافظوا لنا كتير جدا على الاسماء المدن. حافظوا كتير جدا على اسماء معينه زي النيل مثلا، نيلوس، سموه السين العالميه بتاعتهم، نيل يعني. حافظوا على هذه الاسماء كاسماء اماكن وبلاد الى حد بعيد. مثلا احنا بنقول كان اسمه مش اوزيريس، اسمه قصير. هل قصير ده كان هو اللي سموه اوزير؟ ما تفرقش كتير الاسم يعني لحد ما، لكن هم في الأسماء السلطوية، في أسماء الدولة، في أسماء الهيكل البنيوي السلطوي للدولة غيروا. اختفى الفرعون، ظهر امبراطور، ظهر أسماء معينة للقادة، في أسماء تانية أصبحت موجودة تمثل السلطة، فتخلصوا من اسم فرعون. ما ظهرش تاني اسم فرعون. حتى اسم البلد نفسه مصر إلى حد بعيد هم تخلصوا منه، إجابتس كده يعني، راحوا في حتة تانية برضو على أساس إنها أصبحت مقاطعة تخصهم هم. وكلمة كلمة أبط عموما هي، أو إيجيبت أبط، هي مصر كان شعب الأبط طول عمره قديما، يعني اسمه أبط أو أرض الأبط. اسم قديم على مصر يعني، ومنها يعني إلى حد ما تفسيرات في هيئة هذه الوزة وهذه البطة، وبعد منها كلمة شعب، والاثنين دول طالعين من اسم الأزير، ما فيش مشكلة خالص، وده اسم أساسي موجود. هل هم خدوا الاسم ده من اسم الشعب أطلقوه على البلد؟ ممكن. لكن اسم مصر في حد ذاته اختفى في المفهوم السلطوي بتاعهم إلى حد بعيد. لكن اسم مصر موجود في العهد القديم، موجود في العهد القديم اللي هو قبل منهم 1500 سنة، 1300 سنة، 1200 سنة على الأقل، يعني موجود الاسم ثابت. ميم صدرة اسم ثابت موجود. هم غيروا في بعض الحاجات كتيرة، غيروا براحتهم، لكن احنا مش هنبقى على خطى اليونان بكل خطوة قالوها اليونان. شكرا، هي ديت الموضوع ابدا. عايزين نفهم الموضوع جاي ازاي. احنا عايزين نقول نفهم موضوع الفرعون شوية من مدلول اخناتون، لان اخناتون هو اللي هيوضح لنا الصورة بشكل كويس قوي. نشوف كده اخناتون ايه اللي حصل معاه. امنحتب، زي ما هو ظاهر هنا، امنحتب الخامس، كان مكتوب هنا في اسم الخرطوش بتاعه الالف دي سماها اي، وحرف الت اللي هو نص دايره، والنون ده الترجمه بتاع شامبليون، سماه اتون. طب انت سميته هنا اتون، الدايره دي اللي تمثل رع، راح رع فين؟ فين اسم رع في هو في خرطوشه؟ ما هوش موجود. طيب تعال نشوف كده، تعال نشوف كده عشان نجيب امنحتب الثالث ابوه.
ابوه امنحتب الثالث لما رسم الرسمه ديت وكتب مين، فسمى المجموعه دهيت امون. ادي الرسمه الريشه دي سماها ايه، والميم نون ديت مين، فسمى المجموعه دي امون. ده انا بتكلم على مين؟ على ترجمات شامبليون، انا مش علاقه بيها قوي بس انا ماشي اوكي. هنا امون موجود برضه في امنحتب الثالث ابوه. امنحتب الرابع بقى اللي هو اخناتون، جه في اسم الميلاد بتاعه امنحتب الرابع عنده امون اهو. يبقى امنحتب الرابع ما زال عنده امون. منين جبتوا اتون بقى؟ ما زال عنده امون. تمام، ما زال عنده امون، حتى في خرطوش تاني نموذج تاني من اسمائه ما زال عنده امون. امنحتب الرابع ما زال عنده امون، ورع موجود، حط يعني ابن رع بره وحط ابن رع جوه وحط امون في الداخل، فما زال هو عنده امون. هنا بقى لما جه حط شال كلمه امون وحط ته نون، المترجم فهم امون اختفى، امون جري، امون ما عادش موجود، يبقى ده بقى اسمه اتون. وقال لك خلاص الراجل ده جه في اخر ايامه وبقى ملحد. الراجل ده الحد في اخر ايامه، تنكر للامون وجه عبد حد تاني اسمه اتون. ما لهاش علاقه خالص. طب ما هو حاطط رع، ما حطيتش ليه اتون رع مثلا او رع اتون؟ ليه تجاهلت رع؟ ما هو رع في النهايه يمثل شيء معين من الاسماء. عموما هو تجاهله خالص. اللي حاصل احنا عايزين نشوف ايه اللي حاصل مع الراجل ده يعني. الراجل ده قال ان القدسية الهالة اللي معمولة على الفرعون ما هياش حقيقة دائمة. الفرعون في النهاية يمثل الإله بطبيعة الإله، الإله الأرضي بطبيعة الإله الأرضي، الفرعون الأرضي بطبيعة الفرعون الأرضي. فتخلص من هيئة الفرعون المثالية، سوبرمان يعني، تخلص منه، ملوش بطن، صدره ممشوق، عضلاته قوية، واقف بشكل معين. هذه الصورة المثالية التي ترسم للفرعون دائما أبدا، يعني هي كده قاعد على الكرسي بشكل معين، واقف بشكل معين، مراته بشكل معين، مفيش ترهلات في الجسم، مفيش كده، العين مبرقة مفتحة، الشعر جميل، الدقن مش عارف ايه، هذه الهيئة التاجية اللي هي يعني بيقولوا عليها سوبر ديت. قال لك لا، الفرعون في النهايه انسان وبشر، مش انسان اسف، في النهايه ارضي، في النهايه له ما له عليه ما عليه. يعني قد تطرأ عليه تغيرات الزمن وتغيرات الجسم وتغيرات الشكل والزمان والمكان يغيروا من هيئته، وبالتالي هو اله بهيئته. فراح جاي عامل ايه عشان يظهر اله بهيئته، عشان يقدس هذه المعلومه؟ راح جاي مثلا جو على الصوره ديت وقال لك هو كده يبقى هو ده اتون. الرسمه دهيت رسمه اتون. ليه يا عم رسمه اتون؟ لان ديت الشمس ديت وطالعه منها الاشعه وسماها اتون. وبالتالي طب ما الكبرى هنا في الشمس هي ديت الكبرى، والكبرى دي تمثل امون. اساسا الكبرى تمثل امون، ومفتاح الحياه اللي هو عنخ ده من اللي بيسموه عنخ يعني. المفتاح ده او مفتاح الحياه ده هو اساسا اللي هو نازل من كل الاشعه، المفتاح دوت هو اساسا يمثل امون. عموما هنشوف هنجله في وحي الكلمه يمثل امون. طيب حنيت ليه واقف الازار بتاعه من هنا، شفت اللبس بتاعه مدلدل شويه وليه كرش وليه دماغ كبيره وليه رقبه رفيعه. مش الصوره المثاليه، مش دي الصوره المثاليه للفرعون. الفرعون ما بيبقاش كده بالصوره يعني ما بيبقاش بالصوره ديت. لكن في النهايه اله الشمس، اذا سميناه اله الشمس رع يعني رع موجود في حياته، رع اساسي عنده هو. يعني مثلا في الصوره ديت الراجل قاعد، وده يمثل الفرعون، قاعد هو ومراته، هي شايله ابن وهو شايل ابن. ما كانش الفرعون يعمل كده، شايل عيل وواضح انه بيبوسه وبيدلعه، وما كانش الفرعون يظهر بالشكل ده، وهنا بطنه مترهله ورجليه الى حد ما فيها ضعف، وبس هو برضه محافظ على الشكل العام. يعني حتى الصابعين دولت اللي يمثلوا الامون، الابهام، كلمه الابهام برضه حاططها في نفس الاتجاه اللي قدام، برضه هنا الابهامين قدام لزوجته مراته. العقيد يعني هنا راع موجود بالشكل الاساسي، بس هو تخلى عن قدسيه الفرعون. الفرعون هنا ما عادش الفرعون المثالي، هنا الرقبه الرفيعه، البطن المترهله، بشايل ابنه بيدلعه وبيبوسه وبتاع، هنا تخلى عن شكل الفرعون الاساسي. المشكله بتاعت
اخناتون، احنا ماشيين مع الاسم اخناتون، ما عنديش بديل ليه دلوقتي يعني في الوضع الحالي. نقدر نسميه حاجه بعد كده، ممكن نسميه بعد كده اسم تاني. هو ما تخلاش عن عقيده التوحيد، او يعني ما حطش عقيده توحيد جديده وقال لك ديت هي التوحيد وهي الاساس وكده، وساب امون وراح لاتون وحط ديانه جديده بالمره. اذا كان قرص الشمس يمثل رع، فهو تجسدت معاه عقيده رع، ورع موجود في كل اسمائه وفي كل خراطيشه، امون موجود في كل اسمائه وكل خراطيشه. اتون دي حكايه جديده ما لهاش علاقه. كل المشكله بتاعته ان هو تخلى عن الشكل العام للفرعون بقدسيته وبهيئته القويه جدا. الفرعون المثالي المخيف لكل الرعيه، لكل الناس، لكل البشر اللي عايشين، النموذج ده ما حبوش الكهنه انه ينكسر، وما حبوش الناس اللي عايشين حوالين الفرعون ومستفيدين منه انه ينكسر. وبالتالي لما مات اخناتون وجه ابنه توت عنخ امون، برضو ان صح التعبير، ان كان ده اسمه يعني، وجه ابنه، الكهنه والناس كلها عملوه في الهيئه المثاليه الضخمه اللي اثاره وصلت لنا النهارده. وشفنا توت عنخ امون ده بالقوه والتاج الذهب والشكل الجميل والوضع الرائع، عشان نجسد مره اخرى صوره الفرعون، نرجع صوره الفرعون تاني، نرجع الهيبه بتاع الفرعون تاني اللي انكسرت في شكل اخناتون. لكن هل كان إخناتون بيعبد ديانة تانية غير أمون؟ بالمرة. اسم أمون أساسي في اسمه، ويقول لك أصله في آخر أيامه حط أتون. إيش عرفك إن الخرطوش ده في الآخر وده اللي كان في الأول؟ يعني عندك علم يقيني إن هو قبل ما يموت بست أشهر كتب أتون؟ ما عندناش. أنت شفت ده على الحيطة وشفت ده على الحيطة وتهيأ لك إنه كتب ده في الآخر وكتب ده في الأول. مفيش معلومة عندنا يقينية. وإحنا اتفقنا إن الظن أكذب الحديث. إن لم يكن عندك دليل مادي تمسكه عشان تتكلم بيه، ما تتهيأ لكش تقول انا بيتهيأ لي، انا بفكر، انا بخمن. لكن هو رع، اله رع موجود في حياته بشكل رئيسي، موجود في حياته بشكل رئيسي. اسمه بشكل رئيسي رع في قلب الخرطوش، بشكل رئيسي رع في قلب الخرطوش. انت تجاهلته، تجاهلته. كان في اسمه امون، في اسمه امون. طب ما زال في الجداريات بتاعته كلها، كل جدرياته فيها الاله امون مجسد، كل جدرياته فيها الاله امون مجسد. هو ما لم يتخلى عن عباده الامون كديانه مصريه قديمه. لكن عموما هيفضل السؤال اللي احنا هنكمل معاه المره الجايه: هل كان رع يمثل الفرعون؟ هل له رع هو فرعون؟ هنكمل بالتدريج واحده واحده لغايه ما نوصل نشوف فعلا هل رع هو فرعون ولا لا. شكرا لكم.